أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن مشاركتي في هذا الملتقى المتعلق بالإمام البخاري رحمه الله وجهود الجزائريين في خدمته تمحورت حول التعريف بأحد أعلام منطقة غردايا والإباضية، وهو الإمام محمد بن يوسف الطفيش رحمه الله، حيث كانت له عناية خاصة بالسنة النبوية عموما، ومن تلك العناية اهتمامه وعنايته بصحيح البخاري رواية واستدلالا. حاولت أن أبرز في هذه المداخلة عناية الإمام الشيخ طفيش رحمه الله بصحيح البخاري من خلال تتبع موارد الصحيح في كتبه، وكذلك خاصة من حيث منهج الاستدلال، يعني كيف كان يستدل به سواء في الفروع الفقهية أو حتى في الأصول العقدية. كان يرجح بالصحيح ويستدل بالصحيح، ولا يقتصر فقط على مسند الإمام الربيع بن حبيب، وهذا يبين سعة أفقه واستفادته من كل تراث المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وذلك لم يمنعه من أن تكون له نظرة نقدية ويعني توقف في بعض ربما الروايات التي وردت في الصحيح إن ظهر له أن فيها ما يعارض الأصول أو ما يعارض القرآن أو شيء من هذا القبيل، فكان له نقد يعني لبعض هذه النصوص وبعض الروايات، ولكن أرى أنه لا يخرج من إطار النقد العلمي الموضوعي بدون تعصب، وإنما اتباع للدليل. ومع ذلك كان الشيخ طفيش رحمه الله يميل إلى التأويل قدر المستطاع، وهذا تجنبا لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن وردت في الصحاح، فكان يحاول أن يجد لها مخارجا ويجد لها معاني حتى يكون الحديث مقبولا، ولو يعني ربما اختلف غيره معه، وإنما المهم في ذلك أنه كان يحتاط لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك من الوسطية والاعتدال في التعامل مع السنة النبوية. وهذا الملتقى وهذا المؤتمر أحسب أن له نتيجة أو أن له أثرا وآفاقا واسعة إن شاء الله سوف يفتحها. أولا إبراز عناية الجزائريين والعلماء الجزائريين بالسنة النبوية، ربما الكثير يجهل هذا البعد ويجهل هذا الأمر، فهذا الملتقى من شأنه أن يبين مساهمة الجزائريين الواسعة والدقيقة والعميقة والمتتالية عبر الأجيال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بصحيح الإمام البخاري. كذلك هذا الملتقى الذي جمع مختلف الأطياف ومختلف المشارب من شأنه أن يؤسس ويركز ويرسخ المرجعية الجزائرية، وأن يركز قيم الوسطية والاعتدال بين أطياف وأبناء الشعب الجزائري الواحد. كذلك فيه رد ودفاع عن سنة رسول الله أمام الشبهات والهجمات التي ما فتئت يعني تتوالى على المسلمين وعلى الفكر الإسلامي بصفة عامة. فنرجو إن شاء الله أن تتحقق هذه الأهداف الواقعية من خلال هذا المؤتمر الهادف والرائع الذي هو يعني خدمة بالدرجة الأولى لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله.